لو ما تعرفش ان مجلس اداره النادي الاهلي مشى الكابتن سيد عبد الحفيظ، انا اقول لك. كنت قاعده لا بيا ولا عليا بتفرج على الفيسبوك وبشوف ايه الاخبار الجديده، وفجاه لقيت كده خبر في وشي ان الاهلي بيشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ وبيقول له مع السلامه، وجايب مكانه الكابتن خالد بيبو. ايه الخبر الغريب ده؟ الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي؟ دي غريبه جدا، عشان يتيحوا فرصه جديده من الكوادر الشباب في النادي الاهلي. هو الكابتن سيد عبد الحفيظ عنده كام سنه؟ عنده 45 سنه. طيب والكابتن خالد بيبو عنده كام سنه؟ عنده 46 سنه. ايه يعني لو جبت حد صغير كده 25 30 سنه نقول ماشي. الكابتن سيد عبد الحفيظ اصغر من الكابتن خالد بيبو يقول لك كوادر شباب؟ موضوع الكوادر ده مش داخل دماغي على فكره. الكابتن سيد عبد الحفيظ كان عنده شويه ردود عنب، كان بيكبس اي حد، وكمان لعيبه كان بيقص منهم قص. ما كانش فيه لاعب يقدر يعمل حاجه عشان عارف ان الكابتن سيد عبد الحفيظ هيقبضه في الاخر 2 جنيه. تفتكروا كده ايه اللي مشى الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ يا ترى اتخانق مع حد؟ طب يا ترى زعل منه حد؟ طب يا ترى في حد جديد جه مش طايقه؟ يا ترى انت عملت ايه يا سيد؟ هموت واعرف مشي ليه، هموت كده واعرف مشي ليه. عينوا الكابتن وليد سليمان علشان يكون رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. الفيديو ده بيقول لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ ما بقاش مدير الكوره في النادي الاهلي، وجه مكانه الكابتن خالد بيبو، والكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. سلام.